إيه ده يا نوال؟ أنت هنا، ما قلتيش إنك هتيجي النهاردة. هو أنا أسفة يا أستاذ وليد، بس في ورق مهم لازم تمضي عليه، قلت أجي بنفسي. ورق إيه ده اللي ما يستناش لبكرة يا أستاذة نوال؟ مش الشغل بيخلص في المكتب؟ يا سعاد يا حبيبتي، ما تكبريش الموضوع. دي ورق شغل وخلاص. ورق شغل. طب ليه مش بتكلموا بالتليفون زي كل يوم؟ اتفضلوا العصير يا بيه. بس أنا شايفة الهوا متكهرب. سامية، روحي على المطبخ دلوقتي. لا يا وليد، سيبها، خليها تسمع، يمكن تفهم إحنا عايشين إزاي. والله العظيم أنا مش قصدي أعمل مشاكل، أنا بس جاية أخلص شغل وأمشي. شغل ولا حاجة تانية يا نوال؟ سعاد، كفاية بقى. مش كل واحدة تدخل البيت لازم تحاسبيها كده. هو أصل البيت ده مليان أسرار، وأنا عيني بتشوف كتير. أنتي تقصدي إيه يا ثانية؟ ولا حاجة يا هانم، بس اللي بيخبي سر بيجي يوم ويتكشف. سامية، ادخلي جوه حالا. أنا ماشية يا بيه، بس خاف من اللي جاي. طب خلاص يا أستاذ وليد، أنا هسيب الورق مع حضرتك وأمشي. لا يا حبيبتي، مش هتمشي قبل ما أعرف إيه اللي بينك وبين جوزي. سعاد، انت زودتيها خلاص. أنا مش غبية يا وليد، من زمان وأنا حاسة إن في حاجة غلط، ودي اللحظة اللي لازم تقولي فيها الحقيقة. وليد، أنا مش هسكت بعد النهاردة. بقالك شهور بتتأخر عن البيت، كل يوم تقول اجتماعات وسفر، ومرة أزمة في الشركة، ومرة شغل مع المقاولين، وأنا ساكتة ومستحملة ومصدقة عشان محبش أبان قدام الناس إني ست مهملة أو إنك مش مهتم بيا. بس النهاردة نوال جت لحد البيت وفي عز الليل كمان، يعني مش شغل زي ما بتقول. أنا عايزة أعرف إيه اللي بينكم، ولو في حاجة قولها دلوقتي عشان أكون عارفة أنا عايشة مع مين. أنا ست مش صغيرة ولا مغفلة، ولو كدبت عليا تاني مش هتشوف وش تاني. هانم سعاد، صدقيني أنا عمري ما كان قصدي أعمل مشاكل بينك وبين الأستاذ وليد. أنا بشتغل معاه من زمان، وشفت قد إيه الراجل ده بيتعب عشان يحقق كل حاجة لبيته. يمكن حضرتك مش بتشوفي ده، بس أنا عيني عليه في المكتب طول الوقت، بيجري على المواعيد وبيسهر يراجع عقود، وممكن ينهار من التعب وما يقولش لحد. أنا جيت النهاردة عشان عنده أوراق محتاجة إمضى قبل ما تتأخر وتدخلنا في أزمة كبيرة. والله العظيم مفيش بيني وبينه غير الشغل. يمكن أنا ببان قريبة منه زيادة، بس دي طبيعة الشغل، وأنا عمري ما دخلت حياته الشخصية ولا حبيت أخرب بيت حد. يا سلام يا أستاذة نوال، كلام حلو زي السكر. بس اللي بيشوف غير اللي بيسمع. وأنا شغالة في البيت ده من سنين، وشايفة كل حاجة وسامعة كل كلمة. وليد بيه ما بيرجعش كل يوم تعبان زي ما بتقولي. ساعات بيرجع مبسوط وكأنه كان في فسحة، وساعات بيرجع ومعاه هدايا غريبة، وأنا اللي بستقبلها وأحطها في الدولاب. انت يا هانم مصدقة إن كل ده شغل؟ لا، أنا متأكدة إن ورا القصة دي حاجة تانية، والليلة دي هتتكشف. أنا مش بخاف من حد، ولو لزم الأمر أقول اللي عندي كله، لأن الحق لازم يبان ومهما حاول يداروه. كفاية بقى. انتوا مش فاهمين حاجة. كل واحد فيكو واخد فكرة من زاوية وبيفسرها على مزاجه. سعاد، انت بتتخيلي اني بخونك، وده عمره ما حصل. نوال، انت بتحاولي تبرري نفسك، بس كلامك هيولع الدنيا اكتر. وسامية، انت دايما لسانك طويل وبتتدخلي في اللي يخصك واللي ما يخصكيش. أنا راجل شايل مسؤولية بيت كبير وشركة كبيرة وناس بتاكل عيش من ورايا. طبيعي يكون عندي أسرار، لكن ده مش معناه إني بعمل غلط. أنا ساكت طول الفترة اللي فاتت عشان مش عايز أوجع قلب حد، بس الظاهر الليلة دي لازم أتكلم وأقول اللي مستخبي من سنين. بصوا، أنا تعبت من الكذب واللف والدوران. انتوا عايزين الحقيقة، خلاص هقولها. سعاد، انت مراتي وأم بيتي، والست اللي وقفت جنبي من أول ما كنت لسه ببدأ من تحت الصفر. عمري ما هنكر فضلك عليا، ولا هنكر إنك السبب إني بقيت راجل كبير في السوق. بس الحقيقة اللي عمري ما قلتها إن اتجوزت غيرك. اتجوزت، وده مش ضعف مني ولا خيانة زي ما انت فاكرة. دي ظروف اتحطيت فيها، وكل واحدة في حياتي ليها سبب. يمكن تلعنوني ويمكن تسيبوني، بس أنا مش قادر أعيش بالشكل ده أكتر من كده. إيه؟ اتجوزت؟ يا وليد،
أنا ضحيت بكل حاجة عشانك، سبت أهلي وبيتي وكرامتي وسنديتك لما كنتش حد، وكنت بقول لنفسي الراجل ده أمان، وفضلت أقول للناس وليد راجل شريف ومخلص، وفي الآخر تطلعلي وتقولي إنك اتجوزت، يعني كنت ناوي تفضلني قاعدة هنا في البيت مغفلة؟ يا خسارة العشرة، يا خسارة الثقة. أنا مش زعلانة إنك خنتني، أنا زعلانة إني كنت غبية ومصدقة إنك مختلف. هانم سعاد، سامحيني، يمكن الوقت مش مناسب، بس لازم تعرفي الحقيقة كلها. أستاذ وليد مش بيتعامل معايا كسكرتيرة وبس، أنا مراته. متجوزني على سنة الله ورسوله ومن وراكي. هو ما قالكيش لأنه كان خايف عليكي من الصدمة. أنا ما خطفتوش ولا سعيت وراه، هو اللي اختار. وصدقيني أنا عشت طول الوقت في قلق وخوف إن السر ده يتكشف، لكن عمري ما قدرت أقول ولا حتى لأصحابي. أنا عايشة مراته في السر وسكرتيرته قدام الناس، وده عذاب أكبر من إنك تتخيلي. ها قلتلكم إن الليلة دي هتولع، يعني مش أنا بس اللي عارفة السر، كل واحدة فيكو ليها نصيب من وليد بيه. طيب ما تسمعوا مني أنا كمان، أنا برضو مراته. أيوة يا هانم، سامية الشغالة اللي كنتي تزعقلها وتخليها تنظف وتطبخ طلعت مراد موزك. وليد اتجوزني من 3 سنين في الحرامية عشان كان محتاج ست تقف معاه في وقت ضيق، وأنا ما صدقتش نفسي، قلت خلاص بقى بقيت ست كبيرة وليا راجل، لكن فضل مخبيني زي العار. ولا عمري لبست فستان فرح ولا تصورت صورة، وكل اللي خدته منه كلمة اصبري. بس خلاص السر اتكشف. أيوة، انتوا كلكم على حق. أنا اتجوزتك يا سعاد من زمان، وبعدين اتجوزت نوال، وبعدها سامية، وكل واحدة فيكم ليها مكانة في حياتي، مش لعبة ولا نزوة. أنا كنت فاكر إني أقدر أوفق بينكم من غير ما تعرفوا، بس الحقيقة إني كنت عايش في كابوس، كل يوم خايف السر يبان. أنا غلطت واعترف بده، بس كمان عايز أقول إني كنت بحاول أرضي كل ست لقيتها في وقت محتاج فيه سند. أنا راجل يمكن ضعفت ويمكن كنت أناني، بس ما كنتش بقصد أجرحكم بالطريقة دي.